طبيعي المدرب ساعدني كثير. طريقة المدرب تساعد. الجمهور يعني بدأ الفترة الأخيرة وقف معاي، بغض النظر أي لاعب يشجع الجمهور يوقف معاه طبيعي إنه راح يدي وراح يعطي. أول كان الجمهور كله سلبي، سب على مدري، بعض الأحيان تلعب وأنت مالك رغبة يعني. بس الحين تغير الوضع، صار الجمهور معك، المدرب صار يساعدك، الفريق بكبره صار يعني يوقف معك، والحمد لله من أحسن لا أحسن إن شاء الله. الظهير دائما يعتمد على اللياقة البدنية العالية، أنت ما شاء الله تبارك الله القاعدة هذه السنة هذه ما شاء الله تبارك الله. هل في تمارين زيادة بالنسبة لك عشان اللياقة البدنية؟ والله في تمارين نتمرن على اللياقة، بعض الأحيان نتمرن وفرات بعد التمرين، يمكن نقعد ربع ساعة أنا وياسر الشهراني بريك فيصل نقعد ربع ساعة وفرات. تلاحظ هالسنة تغيرت وفراتنا كثير. زي ما قال عبد العزيز يوم كان معي يقول الظهير لو يطلع مرة واحدة بس في المباراة 90 دقيقة بس الهجمة تكون خطر، أنا قاعد أمشي عليه. تفضل. معلش أنا بسأل سؤال سمحتوا لي. كابتن أنتم لما ينتقدك خالد الشنيف، محمد الدعية، محمد عبد الجواد، نشأة أكرم، لما ينتقدوكم في الاستوديو هناك تزعلون تتضايقون؟ لا بالعكس والله، أنا الدعية بزعله. هاي انتقاد من الدعية عندك مايك انت عندك بس انا عندي سؤال للدعية. هات يلا عشان ناصر الشمراني جاهز من الجهة الثانية. عشان ناصر الشمراني جاهز، ما نبغى نأخر ناصر الشمراني. خليه يصبر ناصر. بسألك سؤال عبد الله، يعني بعد هزيمة التعاون. لا صايح بيب، بسألك سؤال عبد الله. بعد هزيمة التعاون ايش اللي قامت به الإدارة بالتهيئة النفسية؟ لأن من بداية المباراة يعني دائما الهلال لما يخسر تلقى المباراة اللي بعدها يدخلون مشحونين اللاعبين يعوضون يعني أشياء كثيرة، لكن اليوم شفناه شيء غير. وش اللي قامت به الإدارة؟ عبد العزيز أبسطك في مباراة التعاون لاحظت العيال ولا واحد فينا يعني كنا متعبين مجهدين، يعني حتى نواف يعني يوم نزل حاول يساعد الفريق ما قدر يصير واحد يشيل 10 في الملعب، صعبة. المباراة هذه ريحنا فيها، استمعنا مع بعض وقلنا كلمتنا إن شاء الله أن الكاس ما يطلع من الرياض، أن نلعب تركيز بدون انفعال بدون ضغط، ولا ندخل في مناقشات مع الحكم ولا مع الفريق الثاني، نفكر في أنفسنا. وزي ما انت شايف اليوم طلع الفريق في مستوى ونتيجة الحمد لله.